السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده رايحين نزرع في مكان جديد من محافظة أسوان، رايحين نزرع زي ما حضراتكم شايفين اتحمل على العربية نخيل برحي أحجام خاصة. زي ما حضراتكم شايفين النخيل برحي بتاعنا مكون مجموع خضري تم الخضار، كذلك مكون مجموع جدر قوي جوه القصرية. حجم الخشب بيبقى متناسق مع العمر بتاعه، زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده بيبقى مكون في متوسط 80 سم خشب، مطلع جنبه فسايل، وطبعا ده زي ما قلنا بيدل ان النخل نشط. تابعوا معانا الفيديو للاخر وخليكم معانا عشان نوريكم حجم المجموع الجدر على الطبيعه، وكذلك نوريكم شكل الارض بعد ما تتم الزراعه. زي ما حضراتكم شايفين ده حجم المجموع الجدر بتاع النخيل بتاعنا، مكونه مجموع جدر قوي ملايف جوه القصريه، وده اللي بتتميز بيه البنتجوره من مشاتئ الحياه. كذلك مطلعه فسايل، مكونه مجموع خضري تم الخضار، مكونه في متوسط 80 سم خشب. وده كان شكل المجموع الجدري. خليكم معايا عشان اوريكم الارض بعد ما تتم الزراعه هيبقى شكلها عامل ازاي. وبكده نكون خلاص خلصنا زراعه الارض. زي ما حضراتكم شايفين النخيل مزينه الارض، المجموع الخضري نفس السيمتريه، مكونه مجموع خضري تم الخضار، كذلك بتبقى مكونه مجموع جدر زي اللي حضراتكم شفتوه على الطبيعه في اول الفيديو. طبعا دي مرحله اوليه من زراعه الارض، لسه ان شاء الله هنكمل الارض اللي ورا ديت في مرحله ثانيه. ودي كانت زراعه النهارده من مشاتئ الحياه من محافظه اسوان. وحبيت اكد واقول برضك ان احنا البنتجوره بتاعتنا بتزرع في اي وقت في السنه، كذلك احنا بنوصل وبنزرع في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه. انتظروني في زراعات جايه كتير من مشاتئ الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.